تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. أن يكون المؤمن وصالا برحمه، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الرحم تعلقت بندائه فقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله تعالى لها أما ترضين أن أصل من وصلتني وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال كذلك لك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم بر أمك وأباك. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. النهاردة اول ايام عيد الفطر، كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. طبعا زي ما انتم متعودين معايا ان انا اكون موجودة معاكم في العيد، وزي ما انا معوداكم ان انا ادي بهجة كده للبيت وكمان اروح اصلي معاكم العيد، وكمان نحط بقى البسكوت والبيتيفور والقريبة والحاجات الحلوة دي في الشيالة. وعشان كده انا جبتلكوا حاجات حلوة جدا وهتعجبكم، بس لسه اول ما ابدأ بقى في الفيديو كده عايزة لايك وشير وكومنت وكمان سبسكرايب او اشتراك في القناة لو لسه اول مرة تشوفوا قناتي. ويلا بينا نبدأ في الفيديو الحلو ده على طول. اول حاجة عملتها واللي انا كنت نفسي اعملها من زمان قوي وهي توزيعات العيد. بصراحة يا جماعة بجد بتعمل بهجة حلوة جدا جدا للاطفال اول يوم العيد، وانت رايح خد معاك ولو توفي بونبوني ملبس، وهعملها في شكل حلو جدا كده، وحط فيها مثلا عيدية ولو بسيطة، او لو مفيش عيدية يبقى في بونبوني او حاجة كده ظريفة، وتوزعها على الأطفال في المسجد
ومش بس الأطفال، ممكن كمان الكبار هيفرحوا بيها جدا. وبصراحة دي حاجة أول مرة أعملها، وبصراحة نفسي كمان أعمل حاجات كتيرة أكتر إن شاء الله في السنوات الجاية يعني. تابعوني كده وشجعوني وأنا أعمل حاجات حلوة جدا. هنا بقى أنا بوريكم بيتي فور وبسكوت العيد، وأنا جبت السنة دي من قنديل، وبصراحة حاجته جميلة جدا جدا. بصوا البسكوت عامل ازاي، بسكوت كده يدوب في البق، وكمان البيتي فور شكله صراحة تحفة بجد بجد يعني. أنا أول مرة أجيب منه وعجبني جدا جدا ترشيحات الناس، وكمان جبت السابليه برضو منه. بصراحة جميل وحاجته نظيفة، وزي ما انتوا شايفين بصوا الرصة جميلة ازاي، يعني تفتح النفس كده على أول يوم العيد. ومش بس كده، أنا جبت برضو شوية كده حلويات يعني أوزعها برضو على الأطفال في المسجد. بصراحة أنا فرحت أكتر منهم، وهتشوفوا منظر أو شكل الناس وهي بتاخد بصراحة الحاجة، شكلها أصلا يفرح، بفساتين بلبس العيد بكل حاجة، شكلهم كده لطيف جدا أول يوم العيد. صراحة أنا بحب قوي بداية العيد، وإن أنا أروح كده بروح حلوة كده، بداية من الصبح كده ما الفجر يأذن، وكمان صوت العصافير، وكمان تكبيرات العيد زي ما انتوا شفتوا في الفيديو. وده الحلويات اللي أنا جبتها، في منها أنا جبتها يعني في ناس ادتني يعني ان انا اوزع، وفي جزء انا وزعته بنفسي وشاركت فيه. بصراحة بتدي بهجة حلوة قوي يا جماعة بجد. ومش بس كده، ممكن كمان اطفال العيلة ان انتوا تجيبوا لهم حاجات زي كده، وطبعا الغني عن التعريف والحاجات اللي هي جيلي كولا والحاجات الحلوة، وده ملبس، والحاجات دي انا جبتها من فتح الله وكانت حلوة جدا. وانا بوريكم كمان اسم الحاجة عشان لو عايزين كمان تجيبوها انتوا فتعرفوا. دي برضو ملبس حلو جدا بجوز الهند، خطير، هيعجبكم جامد جدا جدا جدا. طبعا المنين، وهقول لكم برضو المنين انا جبته من قصر الرضا، وده حلواني موجود عندنا في المنطقة عندنا، وبصراحة حاجته جميلة وهو نظيف جدا جدا. وانا جبت منه بصراحة من البهجة اللي انا فيها، جبت منه حاجات كتيرة، وده العنوان بتاعه عشان لو عايزين تشتروا منه. وبصوا حاجته لطيفة ازاي، وبعد كده الطعم بصراحة يشهي يا جماعة. وجبت منه برضو قريبة عشان ماما بتحبها. ومنين ده عشان تفطروا بيه الصبح برضو، فده بيبقى حاجة حلوة جدا وظريفة في بداية أول يوم العيد. ومش بس كده، أنا استمتعت طبعا بكوباية الشاي بلبن مع سقسقة البسكوت، وبداية إن هو بيقول الله أكبر في الفجر، وإن أنت تحس إن أنت خلاص فطرت، اللي هو زي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم فرحتان، هو فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وطبعا عند فطره اللي هي الفطار بتاع العيد. وكل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الأيام بخير وبصحة وسعادة يا رب العالمين. تعالوا بقى أوريكم أنا زينت البيت ازاي وعملت ايه في البيت. تابعوني، وما تنسوش بقى اللايك الجميل وكومنت حلو من كومنتاتكم الجميلة اللي بتشجعني وبتديني بهجة كده وروح. ويلا بينا على طول ندخل بقى على الجزء الفني بتاع تزيين البيت. بصوا اول حاجة خالص انا كان عندي، او يعني انا اشتريت ستارة. الستارة دي جبتها من فتح الله، كانت مش غالية خالص، ودي بتاعت اعياد الميلاد، وزينتها زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت فيه هنا زي ما انتوا شايفين الحروف بتاعة عيد مبارك، عملتها بالانجليش وفرانكو عشان تدي منظر وشكل حلو جدا مع البالون. وكمان الضوء اللي هو الانوار اللي هي بتتعلق دي في رمضان علقت منها. وهنا البلالين زي ما انتوا شايفين عملت منها جزء مكتوب عليه والجزء التاني مش مكتوب عليه. وبصوا بقى هنا لقيت الفانوس ده موجود مع الزينة اللي انا جبتها افتكرتها زينة طلعت فانوس. ودي فرعين
زينة علقتهم كده برضو في الصالون. وزي ما انتوا شايفين الزينة اللي هناك خالص كده المحطوطة على الشباك على الستارة دي مدية لون حلو جدا وضوء كده جميل في الصالون. دي بقى روعة، يعني تحسوا كده ان انتوا داخلين على فرح فرحة وبهجة وكده وعيد وكل حاجة. يعني زينوا بيتكم بكل حاجة اللي انتوا بتتمنوها عشان دي بهجة، بتدي بهجة جدا للبيت. اهي بصوا الزينة اهي بعد ما الإضاءة يعني بصراحة حلوة جدا، والتصوير هو ظالمها شوية بس حلو بصراحة. والناحية التانية زينت الكوفي كورنر بتاعي بزينة رمضان كانت موجودة عندي فحطيتها برضو في العيد عادي وهنا بقى بعد ما نورت النور هنا الفانوس زي ما انتوا شايفين وفرعين الزينة، وهنا اللي هو الفرعين اللي انا عملتهم برضو. انا بحب الحاجات اللي هي نزل منها زي شراشيب كده بحبها جدا. وحطيت برضو فانوس فوق، وده طبعا الكحك والحاجات اللي احنا عملناهم مع بعض الشيالة والطبق التسالي قلنا نستغله برضو مفيش مشكلة. رحبوا معايا بالمفرش الجديد بتاع سنو وايت والفساتين الجديدة اللي بيفرحوا بيها برضو في العيد وبصوا بقى هنا الأضواء المحطوطة على الشباك ده عاملة ضوء حلو جدا جدا جدا. اكتبولي بقى تحت في الكومنتات، أنا مبسوطة جدا بالضوء ده أكتر من أي ضوء تاني. فرع الضوء ده مدي بهجة أصلا للصالون وحده. يعني فرحوا أولادكم فرحوا نفسكم بحاجات بسيطة جدا بس بتدي بهجة وروح كده في البيت. وافرحوا بالعيد وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير ويعود عليكم الأيام بخير وبصحة وسعادة. بصوا فرع النور ده بيدي ألوان كتير جدا، أحمر واصفر واخضر وازرق. يعني بصوا انتوا أصلا أول ما تتفرجوا على الزينة دي هتفرحوا بيها جدا زي ما أنا فرحت بيها. اكتبولي تحت في الكومنتات عجبتكم الزينة اللي أنا عاملاها ولا لأ، وتزييني للبيت عامة طبعا هيعجبكم. بالنسبة للكلام اللي هي عيد مبارك ده انا عاملاه هاند ميد، والحاجات بقى اللي هي الستارة والحاجات دي انا اشتريتها والضوء وكل حاجة دي برضو انا شارياها. بصوا يعني قولولي بقى تحت في الكومنتات عجبتكم ولا لأ، وعجبكم تزييني للكحك في الشيالة ولا لأ والتنسيقي يعني اكيد عجبكم. ومفرش جديد بقى يعني بصوا هو بهجة لوحده بالفساتين بكل حاجة. وتعالوا كلوا معايا وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير وبصحة وسعادة يا رب العالمين. والسنة الجاية تكونوا محققين كل أحلامكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك، ولو لسه أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا تحت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وباي باي.